السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل أحبابي وأصدقائي ومتابعيني. النهاردة السبت 20 رمضان. طبعا احنا ما طلعناش من يوم الأربع اللي فات، يعني كان آخر صيد لينا كان يوم الأربع، لأن الخميس والجمعة كان الجو مش مستقر. فالنهاردة أول يوم الجو يستقر. طبعا النهاردة الشمس مستقرة والريح هادي والجو جميل جدا، فإن شاء الله نتوقع إن هيكون في صيد كويس. فاحنا دلوقتي الساعة 10 صباحا. طبعا انا لازم اقف واركز كده، لو في اي صوت او اي حاجة لازم اركز معاه. فاحنا بنتمشى كده ان شاء الله، ولو في اي حاجة طلعت هنحاول ان احنا نصورها لحضراتكم باذن الله. بصوا يا جماعة، اول كوبرا النهاردة، اول استفتاح. دخلنا على الساعة تقريبا 2:10 وانا هنا من الصبح من الساعة 10. طبعا انا مسكتها بالماسك، ولكن برضو كالعادة الماسك لقيت الكوبرا بتهرب منه، فعشان كده مسكتها بايديا. دي هنا يا جماعة اول حاجة كوبرا حوالي 1.80 متر، حاجة ضخمة جدا. النهاردة السبت 20 رمضان. طبعا هي كل ده بتحاول ان هي تهجم عليا، وطبعا ممنوع يا جماعة اي حد يقلد اي حاجة من اللي احنا بنعملها دي. ممنوع حد يقلد اي حاجة من اللي احنا بنعملها. النهاردة السبت 20 رمضان، دي اول حاجة معانا النهاردة. هنكمل مع بعض ان شاء الله، ولو في اي حاجة ظهرت باذن الله هنصورها لحضراتكم. هنا يا جماعة ما اصطادناش غير كوبرا واحدة النهاردة. بصوا هي هتتجن وتطلع من الكيس، يعني مجرد ما هنسيب لها بس الكيس هتطلع زي الطلقة. بصوا يا جماعة، دي الوحيدة اللي اصطادناها النهاردة السبت 20 رمضان. طبعا هي بتحاول تدور على مكان تخش فيه، والتحجير هنا طبعا كله اماكن وارد جدا ان هي تخش فيه وتهرب فيه، لكن احنا طبعا مش عايزين نديها الفرصة دي. طبعا دي يا جماعة انثى كبيرة طبعا بالغة. بصوا يا جماعة، يعني بصوا في جحر هنا، هي لو انتبهت ليه، يعني ده جحر في التحجير اهو، لو هي انتبهت ليه هتخش فيه على طول. فعشان كده انا لازم ابعدها عنه عشان ما تهربش فيه. هي كده خلاص ابتدت بقى تقف، وابتدت تحس ان مفيش مفر. طبعا احنا هنا يا جماعة عشان برضو الاسئلة بتكتر وبنرد عليها كذا مرة، وبرضو ما بتتكرر تاني. انت ليه ما بتصورش الرحلة من بدايتها وانت بتصطاد الكوبرا؟ وليه ما تجيبش الكوبرا وهي موجودة؟ يا جماعة احنا بنمشي مسافة تتخطى 5 كيلو، ممكن اروحها واجيها 3-4 مرات، ممكن ما اصطادش غير في 3 أو 4 مرة. يعني انا ممكن اصور كده فيديو، ممكن اصور 3 ساعات فيديو وما يبقاش فيهم اي حاجة، البطارية بتسخن والتليفون بيسخن وانا بفرهد ومش بركز. زائد ان انا ساعات لما بلاقي حاجة ممكن ما اقدرش امسكها، يعني هي اصلا ده انا كده ببقى بصطاد من غير تصوير ومن غير حاجة، ببقى مركز معاها وبتهرب مني. فلما اكون مركز مع التصوير يبقى الوضع مختلف. فبالتالي انا اللي يفرق معايا هنا الصيد، ما يفرقش معايا التصوير خالص. يعني التصوير ده سواء الناس صدقته او ما صدقتهوش، او شافته ان هو حقيقي او شافته ان هو متفبرك، انا مش فارق معايا اساسا. انا بعمل حاجه انا بحبها وبعمل حاجه انا مقتنع بيها، وبظهر الحاجه دي وبصور الحاجه ديت، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي مطلع عليا، وهو ربنا سبحانه وتعالى اللي عالم اذا كنت انا بكذب او اذا كنت انا بجيب الحاجه على الطبيعه. لان طبعا في تعليقات زي واحد على اليوتيوب دخل علق لي وقال لي هل يجوز النصب في رمضان؟ طبعا هو يقصد ان انا بنصب يعني في رمضان. بصوا يا جماعه الكوبرا هنا بتحط ديلها فوق عشان تيجي سحبه فوق وبعد كده تهرب. وواحد تاني طبعا يخش يقول اشمعنى كل الكوبر اللي بتمسكها ما بتجيبهاش غير ساعه ما بتمسكها في ايدك، والكوبر كلها شبه بعضها. طبعا التعليقات دي كلها يا جماعه انا بحذفها وما عادش فارقه معايا، سواء حد يصدق او ما يصدقش، الحقيقه مش فارقه معايا. انا بصور حاجه او بصطاد حاجه وبصورها، اللي عايز يصدق يصدق، اللي مش عايز يصدق براحته خالص، ما عنديش اي مشكله. ولكن انا في يوم من الايام لما كنت بقول ان احنا بنصور يعني كوبرا من كل 50-60 كوبرا او من كل 100 كوبرا بنصطادها، انا ما كنتش ببالغ وما كنتش بقول كلام وخلاص. احنا فعلا اللي انا بصطاده انا ما بصورش حتى 1% من الصيد اللي انا ممكن اصطاده.
فدي عينة من العينات. يعني احنا بس خلال شهر واحد بس، هو شهر رمضان، احنا صورنا مع بعض يعني ما يقارب ال10 فيديوهات. ال10 فيديوهات دول بما يقارب حوالي 15 او 16 كوبرا تم صيدهم في خلال بس يعني 15 يوم او اقل من 15 يوم، لان في ايام احنا اصلا ما طلعناهاش. فاحنا في النهاية احنا مش بنطالب غير دعواتكم فقط، مش عايزين اي حاجة غير دعوات وان انتوا تتمنون السلامة فقط، وربنا يسترها مع الجميع يا رب.